نستمع وإياكم إلى الكلمة الافتتاحية لممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، كل بسام مقامه ورفعته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في هذا اليوم البرلماني المتميز بتميز جيشنا الوطني الشعبي لنستمع إلى مداخلات لا شك في أنها ستكون قيمة، لأنها ستتناول موضوعا حساسا وفي هذا الظرف بالذات الذي يمر به العالم كله، وما له من إسقاطات على بلادنا شأنها شأن بقية دول العالم. عالم أصبحت القوة العسكرية صمام أمان للشعوب وحمايتها من كل أنواع العدوان والاستغلال. إن جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لا يزال وسيبقى على نهج السلف المتمسك بالقيم الوطنية والإنسانية، يواصل اليوم نهجه على درب الاحترافية والعصرنة والتطور. تحدو قيادته الحكيمة نظرة ثاقبة متبصرة تستدعي منا جميعا إزداء آيات العرفان والدعاء بالتوفيق. إنه جيشنا الوطني الشعبي جيش متلاحم مع الشعب في صورة تعكس مدى متانة اللحمة الوطنية وصلابة الجبهة الداخلية، وهو المتفطن لكل ما يحاك من مؤامرات ودسائس، جاهز للدفاع عن الوطن في كل الظروف والأحوال. وبذلك استطاع طوال مساره أن ينشر الأمن والأمان، وأن يهيئ البيئة الملائمة لإقلاع تنموي في جميع المجالات. وهي الجزائر اليوم تخطو خطوات عملاقة في طريق النهضة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة. إن الجيش الوطني الشعبي الذي يعد العدة في كامل الجاهزية دفاعا عن الوطن وبكل احترافية، يؤمن بالتعاون الإقليمي والدولي في إطار احترام سيادة الدول، كما يعرف جيدا كل التحديات الإقليمية الراهنة، وهو مستعد لتأدية دوره المنوط به حفاظا عن الأمن والسلم. أيها الحضور الكريم، لا شك أن المداخلات للسادة الأساتذة المحاضرين ستفصل في هذه النقاط وغيرها، ولا شك أن النقاش سيكون ثريا، لذلك أترك المجال لأهل الاختصاص لنستفيد منهم، شاكرا لهم إسهامهم ومشاركتهم إيانا هذا اليوم، وإنه من قبيل العرفان بالمجهودات المبذولة. أخص السادة النواب أعضاء لجنة الدفاع الوطني وعلى رأسها السيد رئيس اللجنة ومكتبه المحترم، وبشكر أخص على تنظيم هذا اليوم البرلماني. وأنقل لكم تحيات السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي تمنى لو كان بيننا اليوم. وقد بلغني أن أشكركم جميعا مؤطرين ومشاركين وحضورا كريما، متمنيا لكم التوفيق والنجاح. وفي الأخير اسمحوا لي ونيابة عن السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المتواجد في مهمة عمل خارج الوطن أن أعلن عن افتتاح هذا اليوم البرلماني، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.